السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أهلا بكم في مطبخ أم عمورة. نظرا لطلبات متتبعاتي الوفيات، شحال من وحدة قالت لي يا أم عمورة ديري لنا وصفة على تشقق القدمين. اليوم إن شاء الله راح نقدم وصفة، طبعا هي مش من اختراعي ولا مش من راسي. هذه الوصفة راه من قديم الأزل، من جدي وجدك. وصفة ما شاء الله تجي تقلب لكم رجليكم، يعني كما اللي راه في الصورة من قبل وبعد. وصفة كما قلت لكم من جدودنا كانوا يديروا فيها. نجيبوا شمعة عادية جدا اللي نشعلوهم كي تروح تريسيتي. طبعا نبرشوها مليح، نبرشوها في الرقيق. بعد ما نبرشوها انا هنا عندي برك شمعة عيد ميلاد صغيرة، انا حبيت نوري لكم برك الطريقة، وانتيا طبعا ضاعفي الكمية كما تحبي. بعد ما برشناها في الرقيق نجيبو نديروها في حمام مريم او في حمام ماري. نجيبو قميلة ولا حاجة نديرو فيها ميها، ونديرو فيها المعون اللي فيه اللي كرفشنا فيه الشمع، ونديروها فوق النار. طبعا مش من مرتك تقوي لها النار، نار متوسطة حتى تذوب مليح باش ما يطرطقلكش المعون تاع الزجاج اللي راح درتيه ولا تاع الرخام. حتى نشوفوا كيفاش ولات الشمعة ساحت على الاخر. نجيبوها هنا، شوفوا كيفاه بهذه الطريقة. نجيبوا زيت الزيتون. طبعا زيت الزيتون البكر من ماذا بيك يعود زيت الزيتون يعني حرة، باش تعود لنا الوصفة يعني مفيدة. نديروا ضعفين الكمية، ونخلطوا نخلطوا 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 تخلط مليح حتى تبدا شوية نقولوا تبرد. في كل ما تبرد في كل ما تتماسك. عارفين الشمع كي يبرد يتماسك، بما انه مخلط مع زيت الزيتون راح تولي لنا بقوام كريمي كما نقولوا، مش راح تعود تتماسك وتعود صلبة. من جهة أخرى نجيب حوالي ربع مغرف نتاع نشا، ولا مغرف صغيرة نتاع قهوة تعمريها نشا وديريها للخلطة. وإذا كان عندك زيت جوز الهند ثاني ديري له مغيرفة نتاع قهوة، وإلا ما كانش ما كان حتى مشكل. أنا كما اليوم ما عنديش ما درتلوش. هنا هذه الخطوة نقولوا اختيارية. إذا كان عندك دم الغزال أو العكر الفاسي ديري منه شوية. احنا برك نحوسو نعطو للقدمين لون زهري أو لون وردي، باش كي تغسلي رجليك وتحكيهم مليح وتدهنيهم بهذا الدهنة يعود لك اللون وردي، يعودوا شغل رجلين بيبي. نزيد شوية برك، نبقى نخلط أو مرة الأولى ما يبانش باللي أحمر. كل ما تخلطي كل ما يحمر. وإلا ما عندكش العكر الفاسي ديري شوية من أحمر الشفاه اللي عندك. نحي قيس مثلا حبيبة حمص ولا أقل شوية وديريها مع الخلطة. شوفوا هنا بدأت نخلط حتى بدأت تبرد. شوفوا كيفاش ولا القوام نتاعها. طبعا هنايا نجيب بلارة ولا البلاصة اللي راح تخبي فيها الخلطة هذه. شوفوا كيفاه كأنها كريمة. احنا هذه بكري 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 ما يرحمها درنا الشمع وزيت الزيتون تذوبوا في بعضها بعض، وديرونا تقولنا دهنوا به المشق تاع الخدود بكري كون رايحين نقرا يمشقوا خدودنا يمشقوا رجلينا ايدينا في البرد. نديروه على الكيف بكري. ما كاش الكريمات كيما دركا، ما كاش مستحضرات التجميل كيما درك. مع انه حوايج تاع بكري والله خير من تاع درك، على الاقل ما فيهاش مواد حافظه، مواد كيميائيه ومواد ضاره. نديرو فيها بكري وجوهنا كي البلاره الله يبارك.
دوكا المرحلة الأولى كيما نقولوا من الوصفة نتاع للنهار اليوم انتهت. شوفوا كيفاه تنجمي يعني مش القدمين برك، تنجمي حتى ديريها لوليداتك، قال في الوقت البرد هكذا، وقت الخريف ووقت الربيع يعود الجلد يتشقق، تدهني بهم وجوههم، تدهني به يدياتهم رجيلاتهم، مش للرجلين برك، وإنما اليوم الوصفة نتاعنا خصصناها للرجلين أو للقدمين. بعد ما انتهينا من الكريمة دوكا نجيبو مثلا قال بسينة كيما هكا متوسطة، ديري فيها حوالي 4 أو 5 لتر من الماء، سخنيه، يعني ما تديريش يغلي بصح سخنيه على قد ما تقدري تحطي فيه رجليك، ماذا بك تسخنيه على قد ما تقدري، وإنما عندك تودي تحرقي برك. نجيبو شوية ملح الخشين أو الملح الحية، أي تتباع عند العشاب بأرخص الأثمان. نجيبو نديرو حوالي هكذا 2 مغارف تاع ماكلة ولا، ونفس الشيء ثاني حوالي 2 مغارف تاع ماكلة ولا 3 نتاع الخل. نجيبو ثاني هنا أي غسول عندك، يعني شامبوا ولا الآخر جل دوش، ديري منه ثاني شوية مقدار معين باش ينظف لنا الكعبين وينظف لنا الرجلين. وهنا ثاني هذه الخطوة يعني اختيارية، إلى عندك الورد المجفف في المنزل ديري شوية ورد مجفف، يعني حمام مائي للقدمين، ولا السلطانة هي في زمانها. تخلطي كلش مع بعضه. طبعا هنا الملح الخل هو معقم وطهر للجروح اللي في القدمين، الملح هو كما نقولوا الجرح يتلائم من الملح، والورد المجفف هو فقط عبارة على يعطيك ريحة للقدمين زينة، والشامبو أو الغسول أو جل دوش ينظف القدمين. هنا تعودي تحطي تهزي بشوية قدميك، تحطي وتهزي حتى توالفي بالماء داك السخون، وديري كما راه موضح في الصورة، ديري قدميك هك في الماء حوالي من 20 دقيقة حتى نص ساعة، ما كان حتى مشكل. تحبي تزيدي فوق النص ساعة زيدي، على قد ما تقعدي ديري قدميك في الماء على قد ما فايدة ليك. ومن بعد أكيد هذا كل كما نقولوا اللحم هذاك الميت كامل يتنفخ ويعود سهل باش تنحيه. مستحيل تقدري تنحي ذاك اللحم الميت وهو رجليك ناشفين، لازم ترنخيهم مليح في الماء كما سبق وشرحت لك. ومن بعد تحكي رجليك أو قدميك بالحجرة هذه، كاين اللي فيها الأسود وكاين اللي فيها الأكحل كما راك تشوفي، تحكيهم مليح ومن بعد تنشفيهم. كي تنشفيهم يعني ما تنشفيهمش حتى مليح 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 مليح، بشويه برك، ومن بعد تجيبي تخليهم شويه فيهم الميديتي، وتجيبي هذه الدهينه اللي خدمناها من الاول وتدهني بها التشققات تاع الاقدام. هذه التشقق الاقدام ضربه او ضربه، وانما كما نقولوا هذه الوصفه كريها يعني 7 أيام وانتي على نفس الريتم، 7 أيام وانتي كل ليله تعودي راح ترقدي او في القايله كما تحبي، ديري بسينه نتاع الماء وديري فيها قلت لك الملح كما سبق وشرحت لك، وديري فيها رجليك لازم 7 أيام. شوفي بعد ما تدهني ديري رجليك ديريهم في ساشيات بلاستيك، يعني بهذا الشكل الموضح في الصورة، ورقدي سواء كما قلت لك ديريهم في القايله وترقدي حتى العشيه او في الليل حتى للصباح كما تحبي. شوفوا هذه النتيجه يعني ولا اروع، يعودوا رجليك كما رجلين البيبي. وكما قلت لك ديري سمانه كامله، ومن بعد هذيك السمانه عودي ديري مرتين برك في السمانه، انت تعرفي روحك ريحتي مليح وانت ديري مره واحده في السمانه. والى وصفات اخرى باذن الله.